بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا أحبائي في قناة كنوز الصحة لتحضير أروع وألذ الوصفات الصحية. واليوم سأشارك معكم وصفة صحية لذيذة للغاية لكبد وقوانص الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية المفيدة في محاربة الزهايمر وتقوية الذاكرة والبصر وتقوية الخصوبة. تساهم في علاج فقر الدم والأنيميا والكثير من الفوائد الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا الفيديو. طبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت، فإذا كنت مهتم ابقى معنا لمعرفة طريقة تحضير هذه الوصفة. نحتاج في هذه الوصفة إلى قطعة من كبد وقوانص الدجاج، وحبة كبيرة من طماطم المبشور، وورقتين من الرند للتنسيم، ملعقة كبيرة من الخردل مبشور، حبة ثوم، وملعقة كبيرة من زبدة البقر، ملعقة كبيرة من الخل أو الليمون، والتوابل حيث يجب تتبيل الكبد بشكل صحيح، لذلك اخترت هذه التتبيلة المكونة من ملعقة صغيرة من الكمون، وحبة من الفلفل الحار الأحمر والجاف، ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا أو الملح البحري. أول شيء أقوم به هو تنظيف الكبد والقوانص جيدا بالماء والملح والليمون أو الخل مع التخلص من كل الدهون الزائدة، ثم نصفيه ونتركه حتى يقطر تماما من الماء، وبعدها أقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. للكبد قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على البي 12 الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم، وهو جد فعال في محاربة الزهايمر وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى البي 1 الذي يساعد على نمو وتكاثر وتجديد أنسجة الجسم والجلد. طريقة تحضير هذه الوصفة جد سهلة، حيث أقوم بوضع كل هذه المكونات في قدر، ابتداء بملعقة كبيرة من زبدة البقر، وقطع كبد وقوانص الدجاج، وملعقة كبيرة من الخردل، وعصير الليمون أو الخل، الثوم المبشور والطماطم المبشورة مع ورقتين من الرند، والتوابل المشكلة، ونخلط الكل جيدا مع بعض ونغلق القدر، ثم نضعه مباشرة فوق نار هادئة ونتركه حتى يطهى بدون إضافة الماء. هذا الطبق مفيد جدا لمن يعاني من الإجهاد، فالعناصر الغذائية المتواجدة في الكبد تحارب التوتر، كما تساعد على تقوية الخصوبة للنساء التي تخطط للحمل، ومفيدة للمرأة الحامل ونمو السليم للجنين، لاحتوائها على حمض الفوليك، مع حرص المرأة الحامل على تناول الكبد باعتدال وعدم الإكثار منه. بعد دقائق ستلاحظ خروج كمية من الماء، وهذه هي الصلصة اللذيذة التي سنتحصل عليها في الأخير، وطبعا بدون إضافة الماء. عند استواء الكبد وقوانص الدجاج نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في الأخير، كما يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من دبس التمر، ونحرك ونتركها مدة دقيقة على النار، فهذا يعطي نكهة ورائحة وطعم لا يقاوم لطبق الكبد. وبهذا يكون طبقنا اللذيذ جاهز للتقديم. القوانص غنية بالحديد، فهي مفيدة لأصحاب فقر الدم والأنيميا، وهي غنية بالمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم المفيد لصحة القلب، والزنك الذي يعتبر منشط قوي للذاكرة، وبالتالي القوانص تقوي وتحسن الوظائف العصبية ووظائف المخ، كما يساعد على الهضم الجيد لاحتوائها على الألياف. نحضر أوراق المعدنوس ونغسلها جيدا، ثم أقطعها إلى قطع صغيرة وأزين بها الطبق. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو مع تحضير ألذ وأروع طبق كبد وقوانص الدجاج بطريقة صحية ولذيذة وسهلة التحضير. أتمنى أحبائي أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وإذا فعلت لا تنسى وضع إعجاب وتعليق جميل أسفل الفيديو، واشتراك في القناة إذا كنت جديد معنا. وهذا كل شيء لنهار اليوم. أتمنى أحبائي أن نلتقي هنا في فيديو آخر ومع وصفة صحية أخرى. سلام.